أهلا بكم في هذا الخبر الرياضي العاجل لكل عشاق المنتخب الوطني المغربي. كشفت شبكة ESPN التلفزيونية العالمية أن أسود الأطلس سيخوضون مواجهة ودية قوية أمام منتخب النرويج، وذلك يوم 7 يونيو القادم على أرضية ملعب ريد بول أرينا في ولاية نيو جيرسي بالأمريكيتين. هذه المباراة تدخل ضمن الاستعدادات النهائية للناخب الوطني محمد وهبي تحضيرا لمنافسات كأس العالم 2026. ويسعى الطاقم التقني من خلال هذا المحك الدولي لاختبار جاهزية اللاعبين أمام خصم يمتلك نجوما عالميين. كما تشير التقارير إلى احتمال برمجة ودية ثانية أمام منتخب هندوراس لضمان أعلى مستويات التركيز قبل الدخول في غمار المونديال. قبل أن نختم، إذا كنتم تريدون متابعة كل صغيرة وكبيرة عن المنتخب المغربي وكرات العالم، فلا تنسوا الاشتراك في القناة الآن وتفعيل جرس التنبيهات. دعمكم باللايك يساعدنا على نقل صوت الجمهور المغربي للعالم. كل التوفيق لأسود الأطلس في رحلتهم المونديالية، وإلى اللقاء في تحديث قادم.